السلام عليكم ورحمة الله، حبايبي قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعه لكم باكله حلوه جميله كده، بسيطه وسهله على قد الايد. بس بتدينا فيتامينات كتيره جدا، وبتدينا طاقه جميله جدا في الشتاء، وبتدفي. وعايزه اقول لكم يعني الفول المدشوش دوت من البقوليات الحلوه سهله الهضم سريعه الامتصاص في الجسم. فيعني فوائده بصراحه لا تعد ولا تحصى. لا إله إلا الله يا رب. بداية كده يا حبايب قلبي، أنا جايبة لكم يعني الطريقة على طول. هنا نزلنا في مية مغلية على النار في حلة، ببصلاية كبيرة كده. مع بقى يعني ايه الكمية بتاعت الفول، إذا عايزة تعملي كيلو نص كيلو، انتي وانتي وراحتك يعني. نزلت بقى بالخضار بتاعي، فلفلاية رومي حلوة كده، مع برضو طماطماية مع كام فص توم. ونزلت برضك كله مكسهم كده كلهم في بعض، لحد ما يغلوا كلهم كده، والخضار تنزل ميتها طبعا، وكل حاجة تغلي كلها مع بعض. بعد ما غلت الدنيا دي كده معايا، طلعت رغاوي كتير على الوش. فانا طبعا لازم انا بفضل طبعا ان احنا لازم نشيلها. ليه؟ لاني مثلا الرغاوي دي ممكن برضك تفادين لأي طعم مثلا مر، مثلا طعم وحش، شكل مش مرغوب فيه كده يعني. فاحنا الأفضل الرغاوي اللي بتظهر أثناء طهي البقوليات لازم يا جماعة بجد نتخلص منها على طول. عاملة زي مثلا ايه الرغاوي اللي بتيجي ساعة أوقات لما بنيجي نسوي اللحمة أو الفراخ أو كده يعني. هنا برضو معايا كام بصلاية كده أخضر، والبصل الأخضر طبعا بيليق جدا جدا على البصارة. طبعا احنا هنعمل بصارة طبق مغذي وحلو قوي ومفيش اختلاف عليها، وكله بيعشقها طبعا. فهنعملها بطريقة سهلة وحلوة قوي، بس كملوا معايا الفيديو للآخر، وإن شاء الله كده هتستفادوا معايا بإذن الله. هنا طبعا معايا الخضرة، خضرة مشكلة، خضرة محشي. نزلت بردك بربطة خضرة، شبت وكزبرة وبقدونس، وهنحطه كله في بعضه. هنا معايا كلهم بردك سبتهم يغلوا على النار. جبت هنا بقى هنعمل الدقة النهائية بتاعتها، فاهمين؟ اللي هي بتيجي على الوش دي. فبعد ما كلهم غلوا على النار، جبت طاسة حلوة كده هنا فيها شوية زيت، ونزلت بقى بالبصلاية تاني صغيرة واحمرها، هي على العندي. وديت اهي الحلة اللي فيها البصارة. والطاسة التانية هقلي فيها بتنجان. قلت برضو إيه معايا فلفل، بتنجان كده عروس، بس انا شايفه ان حجمه كبير قوي وكبير. فبصراحه قلت لا، يعني مش هيجي، مش هيليق انه يبقى ايه، انه يبقى البتنجان المخلل بالثوم ده. فقلت اما اقطعه شرايح كده بالطول، وابقى اصب عليه حبه ثوم كده في الاخر وخلاص. هنا جبت معلقه توم كبيره كده مهروسه، ونزلت بيها على البصلايه اللي متحمره واتكرملت معايا حلو كده، واديت اللون البني الحلو كده المتعارف عليه. وهقلبهم كده في بعض واشوحهم كده في بعض. وشايفين هشوحهم ازاي؟ بس كده، وهركنها جانبا لحد ما مع البصارة او الدنيا دي كلها تستوي يعني. هنزل بيهم دلوقتي في الخلاط. بس انا قلت الاول هحط البتنجان زي ما انتوا حبايب قلبي شايفين اهوت. انا قطعت البتنجان آه، آه، يعني بالطول. فمش شرط يعني الحاجة احنا نقف عليها مثلا، خلاص طالما لقينا البتنجان مثلا مش هينفع انه يتعمل مخلل، اللي هو البتنجان المخلل السريع دوت، يبقى خلاص نقف على كده. لا، ممكن نطلع من حاجة يعني كذا نوع من الاكلات، او يعني بصي ما تقفيش عند حاجة معينة. طبعا المطبخ ده لعبتك، وانتي بقى ايه يعني العبي فيه براحتك وشكلي الدنيا كده براحتك. ف هنا جبت الخلاط بتاعي بعد ما استوت الدنيا دي كلها. فحبيت ايه بقى، هضربها ضربة حلوة كده في الخلاط. طبعا يا بنات لو معانا هاند بلندر بتبقى يعني موفرة للطاقة والمجهود بشكل رهيب. ان شاء الله ربنا يكرمني ويكرمكم يا رب العالمين، ونجيبها بإذن الله قريب يا رب. ربنا يراضينا جميعا يا رب. فطبعا يعني بدل ما انت تنقلي في الخلاط وتوسخي الخلاط والكلام دوت، لا، الهاند بلندر منها للحله نفسها اللي انت سويتي فيها الحاجه. بس كده، بعد ما الدنيا دي خلطناها وعملناها، جبنا بقى الملوخيه الناشفه 3 معالق كبار او 4 كده، على نار هاديه، وهنضربهم كده في الخليط اللي احنا خلطناه، ولحد ما تغلي هننزل بقى بيها. حطيناها بقى في طبق،
وجبنا بقى معلقه من الدقه اللي احنا عملناها الحلوه دي وحطيناها على الوش كده، والبتنجان المتحمر الجميل بتاعنا ده، والبصل الاخضر، ومش ناقص غير رغيفين 3 كده بلدي من السخون الحلو دوت، ويستاهلوا بقكم. ويا جماعه بجد بجد يعني احنا في وقت بجد يعني مش شرط يا بنات والله العظيم، عايزين نعمل سلسله توفيرات جميله جدا. مش شرط كل يوم تاكلي لحمه، كل يوم تاكلي سمك، كل يوم تاكلي فراخ، لا لازم نوفر يا بنات بجد ونقتصد، لان بجد ربنا المستعان فعلا على على الحياه اللي احنا فيها دي. بجد ربنا يعيننا جميعا يا رب العالمين، ويعين كل اب يعني شايل هم، وكل زوج يا رب العالمين شايل هم اسرته. فبصراحه احنا في غلاء فظيع فظيع بجد. فطبعا الشطرة اللي هي بتعمل من الفسيخ شربات، فاحنا طبعا الستات الحلوين الشطار ما بنقفش عند حاجة. هنا بقى طالما انا واقفة فايه وخلصت اكلي، وفي نفس الوقت اكلة موفرة وللمجهود وللوقت، فمش لازم بقى اسيب الدنيا متكركبة حواليا كده. فقلت بقى ما منهاش بقى ايه وانا واقفة كده، اخلص المواعين اللي انا استخدمتها وهخلص بقى كده وانا واقفة. بس يا حبايب قلبي كده انا اكون خلصت معاكم البصاره. بس انا قلت كده منها بقى يعني ايه وصفه حلوه كده زي ما انتوا عرفتوا، زي ما انتوا شفتوا يعني، ومنها برضو هخلص المواعين، وعشان اي اطلع من المطبخ بقى يعني ايه ما اكونش تعبت نفسي ولا اجهدت نفسي. ولو انتي لاول مره بتشوفيني انا نور عبد الواحد فضلا وليس امر، ما تنسيش تشتركي بقناتي على اليوتيوب. يعني بجد يا بنات انا عايزه القناه تكبر ان شاء الله كده. وانا بصراحه يا بنات يعني انتوا اللي بتشجعوني يعني والله العظيم. انا بقرا كومنتاتكم، اخر مره لما كنت عامله بس مباشر كنت شايفه يعني يا حبايب قلبي متابعين جمال وحلوين بيقولوا لي بناخد الطاقه الايجابيه منك وما تغيبيش علينا في الفيديوهات وكده. فاعذروني والله العظيم معلش يعني. تخيلي انت بس يعني انا هضرب لكم مثل، فتح القناه ده ازاي يعني. تخيلي انت مثلا كل يوم شغاله وتعبانه وطلع عينك عشان تقدمي للناس حاجه حلوه وحاجه يعني مفيده، وحاجه مثلا يعني انت شايفه نفسك انك انت بتتعبي فيها قوي، وفي نفس الوقت ما لقيتيش تفاعل، ما لقيتيش جبر خاطر، ما لقيتيش حد شجعك على حاجه. بالله عليك هتستمري؟ بالله عليكي يعني هيجيلك قلب تاني مثلا، او هيجيلك نشاط همه انك انت تقفي مره تانية؟ بصي لا يمكن يعني ولا بد انك انت اكيد هتصابي بالاحباط، بالفشل، بالملل. فانا يعني انا وكلت الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله باذن الله مش هيأس مش همل مش هتعب. بس انا بصراحه ربنا لو تعرفوا انا بوصل لكم الفيديو دوت يعني بعد قد ايه محاولات وكده. يعني والله العظيم بجد يعني التصوير ده مش حاجه سهله خالص ولا مش حاجه روتينيه جدا. قسما بالله العظيم عايزه اقول لكم بجد متعبه ومرهقه جدا. بس بصراحة ربنا لما بلاقي تفاعل منكم ولما الاقي تشجيع منكم وشيرتوا الفيديو مثلا وعملتوا لايكات والكلام دوت، قسما بالله العظيم ما تتخيلوش انا بكون عايزه اقوم كده والله العظيم. لو حتى كنت تعبانه ومتدغدغه كده عاوزه اقوم بجد واقوم اعمل واصور وانزل لكم فيديو واتنين وعشرة. فلا ده خلاص انا ثمره مجهودي اهي، انا لاقيه نتيجه، انا شايفه في نتيجه فعلا. فبجد يا بنات يعني ما تنسوش اللايكات، لان اللايكات فعلا بتفرق معايا قوي، واللايكات هي اللي هتعلي من الفيديو ان شاء الله. وخاصه يا حبيبه قلبي لو انت متابعه ومشتركه جديد ما تنسيش تفعلي زر الجرس على كلمه الكل، لاني انا اتضح ان في متابعين كتار حبايب قلبي بيسالوني على الخاص اصلا بيقولوا لي هو انت ما بتنزليش فيديوهات ليه، في حين ما انا اصلا بكون منزله يعني فيديو واتنين كمان فاهمين ليه. لا ايه السبب بقى يا بنات؟ اقول لكم ان السبب بيكون ان كنتوا ما بتكونش فعلتوا زر الجرس على كلمة الكل. يعني عندكم انتوا لما بتدوسوا كلمة اشتراك لازم تدوسوا تفعيل الجرس، بتدوسي على الجرس تاني وتخصصي كلمة الكل. اوكي؟ فكلمة الكل هتفيدك بايه؟ ان يوصلك كل جديد، او مثلا اشعار ان نور عبد الواحد النهارده منزله فيديو كذا، فانت تابعيها فاهمين. ده قصدي يا بنات من تفعيل الجرس. فبجد ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا. وانا متاسفه خالص على صوت القران دوت يا بنات يعني طبعا مش متاسفه ان كنتوا سامعين ولا حاجه، لا يعني ده احلى حاجه طبعا انه يظهر معاكم في الفيديو. بس انا متاسفه يعني لو كان مشوش على ال اللهم صل على النبي على صوتي يعني وكده. بس ربنا يا رب العالمين يرحم اموات المسلمين جميعا ويرحمنا من الدنيا دي يا بنات. بجد عايزين ان شاء الله كده الفيديو اللي جاي باذن الله نتكلم عن روتينات الذكر والعباده بجد يا بنات فعلا، لان احنا
يعني عايزة أقول لكم قسما بالعظيم إحنا في توهة فعلًا، فعايزين وقفة كده مع النفس ووقفة كده مع حياتنا، عايزين نذكر ربنا كتير، عايزين يعني ربنا يرضى عننا ونخلّي يعني ذكر ربنا على طول في لساننا، وإن شاء الله ربنا يا رب العالمين كده يحقق لنا كل اللي إحنا نتمناه ويراضينا جميعًا ويبارك لي فيكم، وهاسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.